إذن القانون المغربي لم يعد يسمح للمغتصب أن يفلت من العقاب في حال زواجه بضحيته. الفقرة الثانية من الفصل رقم 475 من القانون الجنائي حذفت تماما، خطوة قوية في مسار حقوقي أقوى فتحته الجمعيات التي تحمل على عاتقها قضية النساء. بشرى رئيف ومحمد الريشي من الرباط. قرار إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي سجل ارتياحا كبيرا في أوساط الجمعيات النسائية والحقوقية المنضوية تحت لواء تحالف ربيع الكرامة. بالنسبة لها هذا القرار هو خطوة لتوسيع مجال حماية القاصرين من كل أشكال الاعتداء عليهم. هذا مكسب بالنسبة لنا، لأن أول واحد غيفكر أنه يختطف ولا يغرر ولا هذا غيقول كاين قانون كيعاقبني، إذا ما غيديرهاش. هذه من جهه، وسدينا ذاك الباب ديال ان المغتصب كيتبرأ بمجرد انه كيتزوج، بينما هذا انتهاك لحقوق الطفل اللي حنا الدوله المغربيه مصادقه على اتفاقيه حقوق الطفل. ولكن حنا اللي كنطلبوا الان، بما ان الورش مفتوح، ان الورش ديال اصلاح شامل للقانون الجنائي تفتح وفق مقاربة حقوقية، وفق مقاربة النوع الاجتماعي. المواطنون بدورهم كبار وصغار اعتبروا أن لا حل أمام جريمة اغتصاب القاصر سوى معاقبة الجاني. أنا مع الإلغاء ديال هذا القانون، لأن الآية القرآنية كتقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إلى تزوج، إلى هذا المغتصب تزوج هذيك الفتاة تقدر يتكافس عليها من بعد ويطلقها وكان ما استفدنا والو. دونك خاصو يتعاقب، ما خصوش يتزوج به، خصو يتعاقب. هذا الفعل خصو يتعاقب، خصو عقوبه، خصو يتحيد ديك القانون، يعني خصو يتحيد، وخاص اللي اغتصب شي انسانه شي بنت يعني خصو يتخذ معاه عقوبه جزريه. بالنسبه لي انا مزيان هذا القانون هذا طلعوا، خصو يتعاقب. وللتذكير هنا فإن الفقرة الثانية المحذوفة من الفصل 475 تشير إلى أن القاصر التي اختطفت أو غرر بها إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فالتهمة تسقط عنه، ولا تتم متابعته إلا في حال تقديم شكوى من قبل من له الحق في طلب إبطال الزواج.